لم يعد خروج البحارة الصيادين في قوارب الصيد التقليدي مربحا كما كان في السابق، فالبحر بالحسيمة استنزفت ثروته بسبب الصيد الجائر الذي يقول هذا الصياد إن الجميع يتحمل المسؤولية فيه. كتخرج 100 درهم ليسانس و50 درهم للطعام، 150 درهم هذه كاشتي، ولا ديتيها كتقول الحمد لله شطت لك 50 درهم مزيانه. والباقي بالنسبه للبحر، البحر حنا ما تهليناش فيه، يعني ما تهلي كلشي فالطه ديالنا، كل واحد عنده في حق كلش ندير. كاين اللي كيستعمل الديناميت واحد، كاين اللي كيستعمل التوتيه جوج، كاين عاون تيسحب فيتشات كيغطسوا. الإحصاءات تؤكد أنه خلال الربع الأول من السنة الجارية تراجع المخزون السمكي بسواحل الحسيمة بنسبة تفوق 74%، طال أنواعا من الأسماك بينها السردين، والأسباب متعددة ودائما في مقدمتها الصيد غير القانوني وكثرة استعمال الشباك العائمة. صادوا على برا، ما تصادوش على البر، راه البر كلشي الحوت كيمشي طريقات الجران اللي كيجر على البر كيقتل كلشي. هي كراسة الحوت كيبقاش اجو وزيد 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 واحد العدد الحوت اللي كيفسد، والسردين وكلشي اللي كاين. قطاع الصيد التقليدي الذي يشغل مئات البحارة يعاني اليوم من تداعيات نقص المخزون السمكي الذي استقر في حوالي 400 طن فقط خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، بعد أن كان يفوق 1700 طن في السنة الماضية. فمتى ينتهي هذا النزيف؟